فوت بصلصه بيضاء وشامبينيون. غادي نحتاجوا السمكه اي نوع، موستيل او سومو او الميرلون. جوج ديال العلب ديال القشده الطريه، جوج ديال العلب ديال الشامبينيون صغار مقطعين، معلقه كبيره ديال صلصه السوجه، 3 ديال البصلات مقطعين رقاق مشلدين رقيق، واخا مشلدين رقيق، شويه ديال الزيت. بالنسبه للحوت، الا كان عندنا مثلا غادي نستعملوا الموستيل غادي نستعملوه بالجلده ديالو. اذا كان عندي مثلا السومه غادي ندخلوا للفران واحد 5 ديال الدقائق بلا زيت بلا حتى شي حاجه، غادي نديرو في واحد الطاوه، غير نحيد ليه نحس 5 ديال الدقائق نحيدو من الفران، نحيد ليه الجلده عاد غادي فوقانيه ديك واخا باش كتبقى ديك اللحيمه غوز هي اللي كتبقى باينه. نعم. وحتى الميرلون الا كانت عندي الميرلون نقول للسيد اللي كيبيع ليا يحيدها ليا مباشره وهي خضراء. واخا. بالنسبه للطريقه غادي ناخذوا شويه ديال الزيت نديروه في مقله، وغادي نديروا ديك 3 ديال البصلات اللي شحرنا اللي قطعنا عفوا وغادي نشحروهم مع شويه ديال الملحه والابزار والشامبينيون حتى تدبل ديك البصلات تدبل مزيان، ونضيفوا ليها القشده والصلصه ديال السوجه ونحيدوهم من فوق النار. واخا. غادي ناخذ واحد المول اللي كيدخل الفران، غادي نفرشوا شويه من هاد الصلصه اللي حضرنا ونديروا الصلصه المتبقيه من الفوق. منين غادي الحوته نديروا فوق منها الصلصه. منين غادي نخويو راه غتبان لنا البصله شويه باقا ماشي زعما باقا شويه شاده براسها، ماشي مشكله لانها منين غادي تحمر راه ما كتبقاش باينه نهائيا. واخا. وغادي ندخلوها للفران حتى تطيب وتعقد لنا ديك الصلصه مزيان، راه ما كيبقاش فيها حس الماء نهائيا، كتجي عاقده. وبالنسبه للحوته ما كنتبلوها بحتى شي حاجه ياك؟ لا، كنديروا لها غير الملح والابزار. واخا. هاد الخليط ديال لاكريم فريش وشامبينيون الملح والابزار وصلصه السوجه هما اللي كنتبلوا بهم وكيدخلوا. واخا بالنسبه للسيدات غادي يقول لك راه الحوت حيت يعني ما مرقدش وهذا ما كتجي يعني كيجي من السم مزيان بهذا الخليط هذا. هو الحوت الا كان طري صراحه كتبقى فيه ديك الريحه ديال البحر، يعني كيمشي مزيان الا ما كان فعلا اختي سامح. بالنسبه للتقديم لكل سيده حريه ديال الاختيار، راه تقدمها مع سلطه ديال الخضار ومرافقه ديك الصلصه اللي غادي تبقى لينا، لان الصلصه غادي تبقى لينا في المول. لانه فيها 2 العلب ديال القشده الطريه. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك لبنى.